هل فرص الشغل والمرتبات مجزيه فعلا في مجال السايبر سيكيورتي؟ بالاجابه ببساطه نعم، لان مفيش مجال او اي شغل عموما او اي تكنولوجي ما تحتاجش الحمايه. فبالتالي فكره ان المرتبات في مجال السايبر سيكيورتي بتكاد تكون عاليه جدا بغض النظر عن اي مجال تاني، لان لما بتيجي تشتغل في اي مجال سايبر سيكيورتي بيبقى هدفه استقرار وحمايه الشركه، وعلشان كده دايما بيخلوا مرتباتكم عاليه علشان يقدروا يضمنوا ولائكم. مش هدفه كمان ان هو يجزيك، لكن هدفه كمان ان هو يسمح لك انك تتطور، لان انت لو عندك مشاكل ماديه بيبدا عندك مشكله الفلكسبيليتي، بمعنى انت بترفض انك تساعد الشركه بتاعتك لما بتبقى عارف حاجه جديده ما بتوفرهاش للشركه اصلا. لما بتبقى شغال على حاجه جديده بتحاول انك انت تخليها لنفسك علشان تحاول انك تتعايش مع بروتوكول الشركه. انما دايما سايبر سيكيورتي خاصه والاي تي عامه بيقولوا لهم دايما خليكم مع نفسيكم كده، مبدعين في مجالكم، اشتغلوا في الحاجه، دايما تقولوا لنا انتوا عايزين ايه، الميزانيه بتاعتكم مفتوحه. ودي اغلب الشركات الناجحه بتحاول تعمل كده عشان تضمن افضل حمايه وافضل تطوير. لان زي ما قلت لكم السايبر سيكيورتي عباره عن ايه؟ عباره عن لعبه شطرنج. لو انت اعتمدت اعتماد كلي على القواعد هتخسر اللعبه، لكن لو دايما براكتسابيلتي عندك عاليه، دايما بتطور من نفسك، هتبقى افضل واحسن. وطبعا ده مش ممكن يحصل وانت عندك مشاكل ماديه. فاياك بالذات في مجال السايبر سيكيورتي خاصه ومجال الاي تي عامه انك تقبل مرتب عارف ان هو هيضايقك، خصوصا لو سمعت جمله ما تقلقش ده في الاول بس، لان الاول دي معناها حياتك عموما.